يتعب شويه عشان ايه؟ يرتاح. ده كلام كويس. قال ولذلك قال له اتعبت نفسك في الاطلاع، قال له راحتها اطلب. نعم. قال له انت اتعبت نفسك، قال له ايه؟ راحتها اطلب. السلام عليكم. الا دخلتي لهذا الفيديو هادشي كيعني انك في واحد المرحله خايبه بزاف، مازال ما قريتي والو اولا قاري غير شويه، ومازال معطل بزاف وفاقد الامل. وكيف ما شفتي في العنوان غادي نشارك معك في هذا الفيديو كيفاش تراجع للجهاوي في مده 4 أيام، وغادي نشارك معك تجربتي الشخصيه وكيفاش قدرت نجيب في التربيه الاسلاميه 18 و11 في العربيه في مده اللي قصيره بزاف. وانا عارف بلي ناس قليله اللي غيكملوا هذا الفيديو، حيت هما اللي عندهم رغبه حقيقيه باش ينجحوا ويديروا داكشي اللي عليهم. المهم بلا ما نطول عليكم في المقدمه ندخلوا في الفيديو ديالنا. وواحد الحاجه اللي خاصك تعرف اخويا ولا اختي، راه السيزيام من اسهل الاعوام اللي تقدر تدوز في حياتك كامل، حيت هو فيه واحد الميزه ما كايناش في الاعوام الاخرين بحال الباك ولا التاسع، واللي هي عندك غير 4 المواد وكيعتمدوا غير على الفهم وشويه ديال الحفاظه. داكشي باش هاد الفرصه ما خاصكش تضيعها. طبق هادشي اللي غادي نقول لك بالحرف. اول حاجه غادي نهضروا عليها هي كيفاش خاصك توجد الامتحان في هاد المده اللي بقات لك. وهاد الفتره بالضبط امور هاد الفيديو راه خاصك تحيد السوشيال ميديا في مره، وغادي تخصص في النهار ديالك واحد 8 ولا 10 السوايع مده 4 أيام. وهاد 10 السوايع هي فين غتسالي ماده كامله، يعني خاصك تجلس في النهار ديالك وتقرا واحد 10 السوايع، وديك 10 السوايع خاصك تحاول تخرج بها باقصى حاجه في ديك الماده، حيت كتقرا الجهاوي اخر الدراسه دي. ومن التجربه ديالي انا غادي نقول لك ركز على الدروس اللي كيتحطوا بزاف في الامتحان. كل ماده قلب وشوف الدروس اللي كيتحطوا دائما. شوف في الامتحانات الجهويه اللي قبل اللي دازوا في الاعوام السابقه كيكونوا واحد الدروس كل عام تيتحطوا هما الناس، بحال مثلا في التربيه الاسلاميه كنت قلبت في الجهويه ديال الاعوام اللي فات كنلقى كل جهوي تيتحط الدرس ديال الزواج والطلاق تيكونوا عليهم نقاط كثار، والدرس ديال الزواج والطلاق كيتعتبر من اكثر الدروس اللي كيتحطوا، وهما اللي عاونوني باش نجيب 18 في التربيه الاسلاميه. اما بالنسبه للعربيه راه حتى هي بحالها، الا عرفتي تجاوب غير على الاسئله النص وركزتي على النصوص والانشاء راك غتمشي مزيان وغتمشي واجد للامتحان ديالك. الا خليتي التركيز ديالك هاد المده كامله غير على الجهوي راه غادي تجيب واحد النقطه اللي انت براسك ما كنتيش كتخيلها. اما المواد اللي كيخاف منهم كلشي، المواد اللي كل الطلبه تيتشكاو منهم تيقول لك انهم صعاب، واللي هما الفرنسيه والاجتماعيات. وهاد جوج مواد غير المظهر ديالهم اللي كيبان صعيب، هما في الاصل راهم ساهلين. الا عرفتي كيفاش تخدم كل وحده راه غتعرف تجاوب في الامتحان. نهضروا على الاجتماعيات والطريقه باش خدمتها انا، واخا انا كنت درت واحد الغلط واللي ما ننصحكمش انكم تطيحوا فيه، واللي هو كانوا كيقولوا بلي هاد العام غادي تحط المقاله في التاريخ، وحفظت غير التاريخ، وهذا كان اكبر غلط. ركزت على التاريخ بزاف لدرجه انني هملت الجغرافيا وما قريتهاش كاع، وهذا كان اكبر غلط اللي درتو في داك العام، ما ننصحكمش ديروه. ما بالنسبه للخدمه راه واحد 7 النقاط كتكون غير على النصوص. اما بالنسبه للمقاله غادي تقسم الدروس ديالك في ديك 10 السوايع اللي قلنا. باش تفهموا واحد الحاجه خصني نوضحها، ان الدروس ديال الاجتماعيات في المقاله كيعطيوك 2 مقالات، وحده ديال المغرب ووحده ديال امريكا والصين، ودوك الدروس الاخرين ما بقيتش عاقل مزيان. المهم هادو هما الدروس اللي كيتحطوا، يعني انت يمكن لك تحفظ غير الدروس ديال المغرب اولا غير الدروس ديال امريكا والدول الاخرى. وانا كنفضل تحفظ الدروس ديال المغرب، حيت انا شخصيا داكشي اللي درت، حفظت الدروس ديال المغرب كاملين كما قلت لكم، حفظتهم في التاريخ والمقالات حطيت في الجغرافيا. داكشي علاش غادي ننصحكم 10 السوايع غادي ديروا 1.5 ساعة في كل درس. غادي تقرا 1.5 ساعة، غادي تشد الدرس غادي تكتبو في ورقه وتبقى تعاودو، وراه ان شاء الله تقدر تحفظ 6 دروس اولا 7، وإلا حفظتيهم راك غتمشي ان شاء الله مزيان للامتحان ديالك. اما الفرنسي اخوتي صراحه ما نكذبش عليكم، انا ما راجعتش كاع لي غومون مزيان، حفظت غير دوك البدايات ديالهم بحال اسم الكاتب والمدينه اللي تزاد فيها الكاتب وشي تفاصيل اخرى. اما الدروس ديال اللونغ راهم ساهلين، الا ركزتوا عليهم غتقدروا تساليهم في واحد المده اللي قصيره كيف ما درت انا. وركزوا على البرودكسيون اكريت، خدموا لي برودكسيون اكريت بزاف،
انا هذه هي النصيحه ديالي في اللغه الفرنسيه، حيت صراحه الفرنسيه انا ما كنفهمهاش بزاف وعطيت فيها واحد الجهد في الاخر وما جبتش نقطه خايبه الحمد لله. وانا اخوتي راه كنقول لكم التجربه ديالي راه قدرت ننجح في واحد المده قصيره بزاف. ما تخليش حتى يوصل عليك الامتحان وتقول كون غير قريت، حيت غالبا داك الشيء كيكون ساهل بزاف وماشي كيف ما كتخيلوه نتوما. كيما كنت كنتخيلو حتى انا كان كيبان لي داكشي صعيب بزاف ومعقد، ولكن ملي غادي تحط قدامك الامتحان غادي تقول كون غير قريت هادشي حيت كيبان ساهل بزاف. واهم حاجه في هادشي كامل اخوتي هي تحيدوا السوشيال ميديا، حيد الخروج، بعد على اي حاجه تقدر تليك على قرايتك هاد المده هادي بالضبط. صد على راسك في شي بيت بقى غير انت والكتوبه، بحال دخلتي في شي حرب وما خاصكش تخرج خاسر، وفين ما يقول لك راسك حبس تفكر بلي راه غير 4 ايام اولا 5 ايام اولا سيمانه غادي تهنى وغادي دوز الصيف ديالك وبالك مرتاح وغادي تشكر راسك على المجهود اللي درتي. انا دابا اخوتي درت اللي عليا، عطيتك كيفاش تقدر تعشق راسك في اخر لحظه. دابا انت اللي خاصك تحدى راسك ودير اللي عليك، وما تنساش راه الا قريتي كما قلت لك راه داكشي غيجيك ساهل بزاف. راه كنقولها وكنعاودها، راه الجهوي اخوتي ساهل لواحد الدرجه ما غتخيلوهاش، حيت السهل عام عندك هو الجهوي فيه اقل مواد وداكشي ساهل. ماشي بحال في اللي غطلع للباك غيكون عندك الماط، غيكون عندك مواد علميه خاصك تكون تمارين. اما الجهوي اخوتي راه الا شفتي غير فيديوهات عند الاساتذه في يوتيوب وراه كاينين كثار بزاف وحاولتي انك تزير على راسك هاد المده اللي بقات راه غتجيب اكثر من ديك النقطه اللي انت باغي. المهم هنا غيكون سالي الفيديو ديالي، كنتمنى تخلي معك واحد اللايك وشي كومونتير وقول لي واش غادي دير هادشي اللي قلت لك، ودير ابوني باش يوصلك اي جديد والله ينجحكم كاملين.